عليكم، تحياتي عواشر مباركه سعيده، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. ما نطولش عليكم. بطبيعه الحال كلشي شاف واحد الفيديو مؤخرا دايز السوشيال ميديا. واحد الفضيحه، واحد الكارثه بكل ما تحمل الكلمه من معاني. ما كنتش بغيت نهضر في هذا الفيديو هذا لانني في مرحله سريريه، مرحله نقاهه، مرحله استعداديه لدي كونسيبت غبرنا بطبيعه الحال وبغينا نجيو بشي حاجه زوينه. وقلنا ما نبقاوش نهضروا على هاد الفيديوهات وهذا الشيء. تنخرجوا في خطره واحده. ولكن ما يمكنش ما تهضرش. هذا الفيديو هذا بطبيعه الحال شافوه بزاف ديال الناس، ونقدروا نكونوا حنا براسنا كنديروا ليه اشاره، ولكن حنا عارفينه غادي يوصل لكم، غادي يوصل لكم يعني. اللهم نسابقوا الاحداث من دابا باش هاد السرطان الالكتروني ما ينتشرش بسرعه. واحد الفيديو ديال واحد السيده لابسه صايه نص كم، لابسه مدرقه عظم الطيو فقط، خارجه وجايبه واحد الخمسه ديال الشباب. حاشا ولله يكونوا شباب هادو، خمسه ديال الشباب، وكتختار فارس الاحلام ديالها من وسط منهم، ولكن ماشي حسب جماله او لا حسب عقله او لا حسب مستواه الدراسي او لا. طالعه من التحت من الرجلين، يعني خلاو الدماغ الفوق وبداو من الرجلين من الصباط، وغاداو كتختار الركبه كذا. والدراري عندهم واحد لونغلي نقيه ديال هذا الوقت. People like stoot but sometimes no. زعما راه حنا مركنين، زعما راه فهمتي، زعما راه حنا هما المغاربه اللي كاينين دابا، هذيك الكاتيجوري والسلعه الاخر اللي كاينه في المغاربه. شاد الشواه، شاد الفضيحه، شاد الفضيحه. اش هاد الفضيحه؟ كنقلدوا الاوروبيين وكنقلدوا المراكنه في الخوال الخاوي يا صاحبي، في الخوال الخاوي، في التخربيق، في كونسيبت ما هو تابع للمبادئ ديالنا، ما هو تابع للقيم ديالنا، ما هو تابع للايديولوجيه ديالنا، ما هو تابع للتربيه ديالنا، ما هو تابع للواقع ديالنا. بصح هذاك الشيء اللي شفناه في هذاك الفيديو لا يمثل المغاربه ولا يمثل الشباب. ما شفت حتى شي شاب من هاد الشباب اللي كاينين في لافاك قاري واعي، شاب لابس مزيان، خدام موظف او لا كيكون في الاداره زوين مالي في راسو، شاب قاري، شاب عالم، شاب متدين، شاب بزاف ديال الفئات ديال الشباب الناجحين. جبتوا لينا نتوما الحثاله ديال الشباب وحطيتهم كوم اكزومبل، وجبتوا لينا وحده مقفضه، وحده لابسه نصكم على عظم الطيو، وهي ديجا هي خايبه. ما عرفتش انا واش انتو الناس والله ما عرفت، والله انا كان جانسيست الناس اللي تفرجوا واش بانت لكم هذيك البنت جميله. ما عرفتش. فكنتمنى من الوالدين هذا الدور ديال الوالدين بصراحه، قبل من المجتمع، قبل من لا سوسيتي، قبل من المؤسسات، قبل من بزاف ديال الامور. الوالدين، واش كتشوفوا هذا الشيء ولا ما كتشوفوش؟ ردوا البال لوليداتكم، ردوا البال لبناتكم. حنا وصلنا لزمان ديال كنبينوا البنت في الانترنت كتختار، والواعره اللقطه اللي سالات معايا واحد راه حس بها. هما اغلبيه اللي دازوا في داك الفيديو حسوا به حتى الاخر، حتى ما كيتختارش عاد كيحس، عاد كيدير واحد الرياكسيون، واحد حتى كذا عاد قال لهم اي لاف ماي مام. امك فين كانت ملي كنتي واقف مدرق بالكونطوار؟ امك فين كانت منين قلتي لها انا اللي كاين وما كاين ما احسن؟ واللقطه اللي بغيت نهضر عليها هي ديال منين واحد الوقيته قالت لهم ماشي انا نختار ماشي انا نختار شكون اللي تقصى الكلبه ديالي، لا تختار ولا ما عرفت الكلب، ما عرفنا نذكر ولا نتوما، مي غالبا تكون كلبه. الكلبه ديالي لا تختار شكون اللي يتقصى، اللي ما جاتش عنده هو لا يتقصى، هادشي كاملين والله الا فيها احتقار لكم. فيديو ما عرفتش انا كيفاش تقبلتوا انكم دوزوه، ربما متفقين، ربما كاين بعض الجهات كتمول بحال هاد لي زيميسيون هادو كتنجحهم وكطلعهم للطوندونس باش دير لنا اسقاطات على المجتمع ديالنا، وباش انها ترد لنا الشباب ديالنا يعتبر ان هذا بحد ذاته واقع ونجاح وترند وطوندونس وكذا ويمشي مع الموجه.
كيف ما الموجه بطبيعه الحال اللي كانت واحد الوقيته ديال هادشي ديال الندى حاسي وديال بزاف ديال هادو اللي في السوشيال ميديا وكذا وديال المضاربات وهادي، ظانين بانه هادشي اللي غينجح، ونساو بان المغاربه مهما كان، مهما اجتمعوا على على واحد كاكا، مهما اجتمعوا عليها، اولا مهما اجتمعوا على واحد الصداع، اولا مهما اجتمعوا على واحد المدابزه باش يتفرجوا بطبيعه الحال كيف ما معمرين نشوف تيفي، الا انهم القناعات ديالهم الداخليه مبنيه على ثوابت واسس مرسخه من زمان، ومرسخه جيل بار جيل، على الاخلاق والايديولوجيه واننا دوله اسلاميه وبزاف ديال الحوايج. فما يغيروا فينا والو، واخا تشوفوا بان كما قلت لكم بنادم كيتجمع على هذه الفضائح ولا هاد الشهات، ولكن راه الداخل ديالهم ما مقتنعش بداك الشيء. فكنتمنى من الوالدين يردوا البال على وليداتهم، وكنتمنى ان هذا الفيديو هذه تحذف قبل فوات الاوان، وكنتمنى ان ناس اخرين ما يتبعوش هذا الكونسيبت لانه فاشل 100%، ويشوفوا شي حوايج زوينين اللي ممكن يستافد منهم الامه ويستافد منهم المجتمع المغربي. كان معكم رضوان سرموح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.